السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، ودايما تكونوا في صحة وفي هنا وفي سعادة. إحنا لسه مكملين في سلسلة التوفير، وإن شاء الله كده الفيديوهات تعجبكم. وقبل ما نبدأ كلامنا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وما تنسيش بقى في اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وبيوصل الفيديو لعدد كبير من الناس، عشان انت تستفيدي وغيرك يستفيد. وان شاء الله ربنا ييسر الحال للجميع، ونقدر ان احنا نوفر ونساعد ازواجنا، ربنا يعينهم يا رب. ونقدر كلنا ان احنا نمشي بيتنا. طبعا احنا على قد ما بنقدر، كل واحدة فينا بتحاول ان هي توفر بقدر الامكان في مصروف البيت. انا هقولك على حاجه انا ماشيه بيها، يعني انا مش هتكلم كلام وخلاص، مش هكلمك كلام مرسل وخلاص كده بهاتي، لا. انا بكلمك في حاجه انا ماشيه بيها. انا ليا مثلا كراسه، فانا ماشيه بيها كل شهر بعمل كالاتي: بكتب مثلا النور انا بدفعه قد ايه، الغاز انا بدفعه ايه، النت انا بدفعه قد ايه، اذا كان عليا حاجه انا بدفعها قد ايه، وهكذا. الحاجات الاساسيه اللي بتدفع كل شهر، حاجات اساسيات، اتفقنا؟ طبعا زي الغاز، زي النور، زي الميه، زي النت، الحاجات دي اساسيات. فانا عامله كده ورقه بيها، وحاطه اسعار قدامها تقريبيه. بدفع بدفع النور بتاعي قد ايه، بدفع الغاز بتاعي قد ايه، بدفع الميه بتاعتي قد ايه. وباجي كده اول الشهر مثلا واروح شايله الفلوس دي على جنب. بكون مجمعة الفلوس اللي أنا بدفعهم واروح شايلاهم على جنب. خلاص الحاجات دي أنا نسيتها. ليه؟ ممكن محصل النور يجي في أي وقت في الشهر، مش شرط إن هو بيجيلي في أول الشهر، ممكن يجي في ربع الشهر، ممكن يجي في نص الشهر. محصل الغاز نفس النظام، بتاع المية نفس النظام. أي وقت هما ممكن يجوا، مش شرط الأماكن أو المناطق كلها زي بعض بيجيلي في أول الشهر. فلا، وقت ما بيجي بقى بيكون الفلوس ايه موجودة. خلاص احنا كده خلصنا من الحاجات دي. طيب بقيت الفلوس بتاعتك، فلنفترض مثلا انت زوجك بيديكي 3000 4000 ايا كان. طبعا معلش، بيت فيه اولاد، آم، في مصاريف عالية، لان طبعا احنا شايفين ان الحاجة كل شوية بتغلى. مش هقولك كل يوم طبعا، آه، الحاجات بتغلى بشكل مش طبيعي. فعلى قد ما نقدر نحاول ان احنا نوفر ونشيل وندبق كده، ونلم اليوم والشهر بتاعنا. مبدئيا كده بقيت الفلوس بتاعتك انت المفروض بتطلعي جزء منها مش كلها. فلنفترض ان الحاجات دي النور والغاز والكلام دوت مثلا اخد منك 1000 جنيه مثلا يعني. طيب الباقي هتطلعي برضو جزء منه، مثلا نص الفلوس اللي باقية عندك هتطلعيها مثلا في السوق، او مثلا هتعملي حوالي 1000 جنيه للسوق، او 1200 1300 للسوق، اللي هو حاجات الشهر، احتياجاتك الشهرية. اللي هو انت مثلا هتنزلي، هتجيبي فراخ، هتجيبي لحمة، هتجيبي مش عارفة ايه الكلام ده كله. طيب انا الاول مثلا كنت بقدر اجيب بال1200 دول او 1300 دولت، كنت بقدر اجيب فراخ ولحمه وسمك واحطهم في الفريزر. لكن دلوقتي الدنيا غليت جدا. المفروض ان انا اعمل ايه؟ تعالي نستغنى عن حاجه. ما هو انت مثلا هنقضيها مش طول الشهر بقى فراخ ولحمه ومش عارفه ايه. لا، هاتي مثلا انت نزلتي السوق، لقيتي لك مثلا شروه سمك كده حلوه جميله، تعالي كده على بعضها، فيها مثلا سمك صغير، سمك كبير شوية، لقيتيهم بسعر حنين. فانت هتجيبي مثلا الشهر ده سمك بس. خلاص، السمك ده مثلا هتاخديه، هتعملي جزء منه مقلي والجزء التاني هتشويه. وعايزة اقولك على حاجة، معلومة مهمة قوي. والله المعلومة دي، الحاجة دي انا بعملها والله على طول بعد ما جربتها.
كان زوجي بينزل كده، طبعا احنا في اسكندريه في مكان اسمه المعديه. زوجي كان ساعات بينزل المعديه يروح يجيب لنا شروه سمك كده، وكان بيبقى من فيها في الشروه دي سمك صغير. السمك البولتي الصغير طبعا دوت للشوي. لو اتحط اي سمك عشان تشويه، لو حطيتيه في التلاجة وجيتي شويتيه، فانت مش هيبقى حلو، مش هينفع ان انت تبيتيه في التلاجة لتاني يوم وتروحي شويه، لا مش هيبقى حلو خالص معاكي. طيب انا ساعتها كنت هعمل ايه؟ ويعني السمك اللي قدامي حوالي 2 كيلو مثلا من الشوي، وانا مش عايزاه دلوقتي، انا هعمل السمك التاني حوالي 2 ونص، يعني في الحدود دي، يمكن اكتر كمان. فانا عملت ايه؟ قمت شويت السمك كله، ال3 كيلو دولت او ال2 كيلو دول وشويه، شويتهم كلهم وحطيتهم في طبق فل ولفيته، ورحت مدخلاه الفريزر. تمام. دخلته الفريزر، استخدمته في يوم تاني والله. وعايزه اقول لك انا طلعته وحضرت الميه بتاعته بقى، رحت مسخنه له ميه على البوتاجاز، ورحت حطيت في الميه بقى التحبيشات بتاعته، الملح والكمون والفلفل والبصله ومش عارفه ايه والكلام ده كله، ورحت مسخنه الميه ورحت حطاه. طلعته من الفريزر وسبته كده قد ساعة مثلا على الرخام أو نص ساعة، ورحت حطاه في المية بعد ما سخنت شوية، ورحت مطلعه بعد 5 دقايق كأنك لسه شارياه حالا حالا. أنا بقى اعتمدت الموضوع ده، بقيت خلاص يا اما لو نزلت السوق لقيته وجبته وانا مش محتاجه دلوقتي شوي، اروح شوياه وحطاه في الفريزر. تمام. ليه؟ دي فرصه قدامي، انا لقيت شويه سمك بسعر كويس جدا، رخاص مثلا مش هعرف اجيبهم بعد كده. ما انت لما تنزلي السوق وتدوري هتلاقي فرص قدامك في الاكل وحاجات يعني ما شاء الله، احسن ما انت مثلا بتجيبي من حواليكي اليوم بيومه مثلا. تمام. فانتي اعملي كده، لقيتي شروة سمك قدامك لقيتيها بسعر كويس وسعر حلو كده، تجيبيها قد مثلا 2 كيلو 3 كيلو، تجيبيها وتروحي عاملة نصها مثلا، او على قد انتم ما بتاكلوا. و... ويا ريت ان يعني تجيبي الحاجة او تعملي الحاجة على قدكم، عشان خاطر ما تترميش منها لان حرام. ما تحاوليش ان انتي تسيبي حاجة فايضة وتترمى في الاخر، لا حرام بجد في الوقت الحالي الاكتر كمان اللي احنا فيه ده. تمام. طيب بقيت السمك تشيليه، ايه تاني؟ ممكن ان انت مثلا توفري في الطماطم. الطماطم دلوقتي ب25 جنيه وب20 جنيه، فيها ايه لما تنزلي السوق وتدوري؟ مثلا هتجيبيلك مثلا حوالي كيلو من اللي هي الجامدة الحلوة ديت، ماشي ام 20 او 25 جنيه، ولكن هتلاقي تاني اقل بحوالي 15 جنيه، ممكن تلاقيها رفيعه، ممكن تلاقيها نص سوا. دي مثلا تجيبيها وهتعمليها صلصه وتشيليها في التلاجة، هتنفعك كتير. خلاص. مثلا انت نزلتي ولقيتي البطاطس، برضو البطاطس دلوقتي ب20 جنيه، لا ممكن تلاقي اقل منها بس هتبقى رفيعه كده. فانا بدل ما اجيب البطاطس الكبيره علشان خاطر اقليها، لا انا اجيب الرفيعه دي واروح سلقاها واحمرها برضو كده في شويه زيت، بتبقى صغيره هي كده، وبتكون برضو اوفر بكتير معاكي. فانت لما تنزلي السوق وهتجيبي احتياجاتك، ولكن نصيحة مني برضو قبل ما تنزلي السوق تروحي كاتبة اهم حاجة انت محتاجاها، احتياجاتك المهمة اللي انت محتاجاها الضرورية قوي 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 في البيت، وتروحي كاتباها. لان انت لما تنزلي السوق بتبقي نفسك تجيبي ده وتجيبي ده وتجيبي ده وتجيبي ده، فبتبصي تلاقي نفسك ممكن تكوني جبتي حاجات ملهاش استخدام كتير ومش مهمة قوي عندك، واستهلكتي فيها كل فلوسك. فلا انا اجيب الحاجات المهمة بالنسبة ليا، اجيب الحاجات اللي هي الاهم لي. طيب المهمة دي ايه؟ اكتبها، اروح انا عاملة كده ورقة واكتب فيها احتياجاتي وانزل السوق. تمام. اروح اجيب اهم حاجة هتقضيني الشهر. خلاص. طيب انت مثلا جبتي جزء سمك، ممكن تجيبي جزء لحمة، مثلا تجيبي لحمة شرايح. جبتي مثلا تجيبي لحمة الشرايح دي مثلا هتجيبيها برضو على قدك، مثلا جبتي كيلو تقسميه 2، هتعملي مثلا منها
شوي، ممكن تحطيها في صينية كده وفي الفرن، تدخليها الفرن، هترمي معاكي، هتقطعي عليها بصل طرنشات، طماطم طرنشات، فلفل طرنشات، والتتبيله بقى بتاعتك الملح والفلفل الاسمر والحاجات دي كلها، وتروحي متبله اللحمه فيها، وتروحي قافلاها بفويل وتدخليها الفرن، وهتبقى ما شاء الله معاكي. لما تيجي تطلعيها بقى وتستوي هتبص تلاقيها رمت معاكي، هترمي معاكي. طيب ده مثلا انت جبتي كيلو لحمه شرايح وقسمتيها اتنين، ادي كده بقت ايه؟ مره عملتيها بفتيك ومره عملتيها في صينيه كده في الفرن، ادي كده عملت معاكي اكلتين، والسمك نقول عمل معاكي برضو يومين، ادي انت كده وفرتي ولا لا؟ تمام. ولما تنزلي تجيبي شوية حاجات، هاتي ملوخية واعمليها. الملوخية مثلا بتبقى بترمي معانا، وبنلاقيها في بعض الأوقات كتير بترمي معاكي، هتقطفيها وتخرطيها وتحطيها في الفريزر في أكياس كده على قد أكلتك. مثلا جبتي كيلو، ممكن انتي مثلا بتاكلي مثلا فلنفترض ربع كيلو في اليوم، هتقسميها على 4 أكياس أو كيسين وتحطيهم عندك في التلاجة. خلاص. لقيتي مثلا خضار، هاتي مثلا الكيلو خضار، وبرضو هتقسميه على الكياس وتحطيه. ما انت مش هتقضي بقى طول الشهر نواشف، اللي هي مثلا بقى مشويات واسماك، مش هينفع بقى، مش هيكفي معاكي الفلوس، مش هتقضي معاكي. فانت هتضطري ان انت تعملي طبيخ طول الشهر، تطبخي بقى خضار، وتعملي مثلا مرة سمك ومرة لحمة. خلاص. مرة فراخ. انت مثلا الشهر اللي جاي هتبدلي بقى، يعني مثلا انا جبت الشهر ده مثلا نوعين سمك وفراخ، لا الشهر اللي جاي ممكن ما اجيبش لحمة، ولكن اجيب سمك وفراخ. طب الشهر اللي وراه ممكن ما اجيبش سمك، هجيب لحمة وفراخ، وهكذا. تمام. وهتجيبي على قدك وتعملي الاكل على قدك، علشان خاطر ما يفيدش منك ومن الاولاد ويترمي، فحرام. طيب احنا كده مثلا قلنا البند بتاع السوق، والبند بتاع الحاجات الاساسيات اللي انت بتدفعي فيها فلوسك اول الشهر او على مدار الشهر. هيتفضل معاكي جزء تاني من الفلوس، او ممكن تكون بسيطة وقليلة، ولكن دي تقدري ان شاء الله ان انت تمشي بيها الدنيا بتاعتك كده. فانت مثلا رحتي مشوار هتلاقي معاكي، رحتي مثلا ايه عوزتي نص مثلا طماطم جامدة، ممكن تجيبي برضو من الفلوس اللي معاكي. هتجيبي مثلا فطور، هتجيبي لبن، الحاجات دي كلها هتقدري ان انت تمشي بيها من المصروف بتاعك. مش هقولك طول الشهر، ولكن تقدري ان انت كده يعني تستغني عن بعض الحاجات. طيب تعالي مثلا من المنظفات، انا بدل ما كنت بجيب مثلا فيري والحاجات، المنتجات الغالية دي، والحاجات اللي هي العالية في السعر، لا انا بقيت اجيب حاجات سايبة. ماشي. السايب دوت الكياس دي ما شاء الله بتبقى جميلة جدا، وبتبقى حلوة قوي، وبتنضف، وبتوفر كتير، بتوفر لك كتير بصراحة، وبتنضف حلوة قوي، زيها زي المنتجات التانية بالظبط. تمام. طب انا بدل ما كنت بجيب صابون مثلا تواليت من الغالي، لا انا هجيب من الرخيص. خلاص. وبرضه هيديني نفس الجودة، هيديني نفس الجودة برضه، ما انت ما تجيبيش من الرخيص قوي دوت وتقولي مش عارفه ايه، لا هيديكي نفس الجودة. طيب نقدر نوفر في اي حاجة تانية ممكن انت هتقدري ان انت تستغني عنها. ممكن استغنى مثلا عن الشاور، ممكن استغنى عن بعض الحاجات اللي ممكن تكون رفاهيات، فلا انا دلوقتي مش هعرف اجيبها، فلا استغنى عنها. خلاص. على قد ما نقدر ان احنا نوفر في استخدامنا وفي احتياجاتنا الشهرية، هتقدري كل مادة ما هتلاقي نفسك ان انت شلتي فلوس، ان انت وفرتي
في الاحتياجات بتاعة الشهر بتاعتك. للأسف ال100 جنيه اللي كنتِ بتقدري تجيبي بيها حاجة من حوالي مثلًا 6 شهور أو 7 شهور، أنتِ دلوقتي مش هتعرفي تشتري بيها حاجة زي الأول. فعشان كده إحنا لازم نوفّر، لازم نستغنى عن بعض الحاجات، ولازم تمشي بالورقة وبالقلم، ولازم تقعدي كل يوم وتعملي لنفسِك كده ورقة وتجيبي كده ورقة وقلم وتكتبي كده بعض الاحتياجات بتاعتِك الأساسية وأهمها. وبدل ما كنتِ بتجيبي بال50 جنيه لأ، أنتِ هتجيبي بال20 جنيه مثلًا، يعني هاقلل بقى في الاستخدام بتاعي فيها. تمام. هنقدر إن شاء الله لو مشينا بالوضع ده، لو مشينا بالقدر ده إن شاء الله هنقدر إن إحنا نوفّر يقل استخدامنا واستهلاكنا في الحاجة، وإن شاء الله بإذن الله هنقدر كلنا نشيل قرش كمان، يعني زي ما بيقولوا كده نقدر نشيل قرش كمان للزمن، ولو حتى وفّرتِ 10 جنيه أو 20 جنيه آخر الشهر ورميتيهم في حصّالة، أو زي ما قُلت لِك قبل كده مثلًا تعملي دفتر توفير وترمي فيه ال10 جنيه دي في آخر الشهر، والله هتتلاقى بعد كده وإيديكِ ما تتمدّش طبعًا عليهم، طول ما أنتِ عاملة دفتر توفير هو برّه البيت أساسًا، مش هتفكّري لمجرد التفكير إن أنتِ هتروحي تسحبيها، خلاص؟ فاللي أنتِ هتوفّريه تقدري إن أنتِ تشيليه وما تجيش جنبه، ما تفكّريش إن أنتِ تيجي جنبه. مرّة على مرّة هتبُصّي تلاقي نَفْسِك شِلتِ حاجة وقدرتِ إن أنتِ توفّري وقدرتِ إن أنتِ تعملي حاجة تاني في البيت. طيب إيه تاني؟ بقدر الإمكان إن إحنا نقدر نعمل أكلات نوفّر بيها، أكلات ترمي معانا في طول الشهر. طيب إحنا قُلنا مثلًا نقدر إن إحنا نطبخ الخضار كتير بقى، مثلًا سبانخ، مش عارفة ملوخية، مش عارفة بسلة، فاصوليا، هتبقى أكتر معاكِ مثلًا من الأسماك، من اللحوم، من الفراخ، الكلام ده كله، تمام. طب أنا بدل ما كنت باجيب اللحمة بدل ما كنت باجيبها كيلو، لأ أنا هاجيب نُص كيلو مثلًا، وهاحاول إن أنا أقسّمه، بدل ما كان كل واحد بياخد قطعتين ممكن كل واحد ياخد قطعة، خلاص، على القد كده. إيه تاني؟ ممكن نجيب عدس أصفر، عدس بجبة، لوبيا، فاصوليا، البقوليات دي كلها أنتِ لو جبتِ كل شهر منها حاجة وحطيتيها في التلاجة، وهتيجي في آخر الشهر الدنيا بقى مزنقة معاكِ، يعني خلّي كده عندِك برضه أساسيات في الحاجات دي. الحاجات دي تبقى أساسيات عندِك وتتحط فين؟ في التلاجة، في باب التلاجة أو في درج التلاجة وتسيبيهم. أنتِ مشيتِ من أول الشهر كله تمام كده، عندِك سمك، عندِك اللحمة، ضبّطتِ حالِك، الخضار، مش عارفة إيه، تروحي أنتِ بقى إيه، طب آخر الشهر زنقت معاكِ، معاكيش بقى إن أنتِ تروحي تشتري حاجة من برّه، لأ أنا هاطلّع مثلًا كيس لوبيا، هاطلّع كيس فاصوليا، هاطلّع شوية عدس أصفر أعملهم، هاطلّع شوية عدس بجبة وهاعملهم، وهيقضّي معاكِ مش يوم لأ، ممكن يرمي معاكِ يومين، هتقضّي معاكِ اليومين دُولة وهتمشّي الدنيا فيهم، تمام. قدرتِ إن أنتِ كده تضبّطي شهرِك، تضبّطي حالِك، طول ما أنتِ قادرة إن أنتِ تجيبي حاجات وتسيبيها في البيت وتقدري إن أنتِ تمشّي دنيتِك، صدقيني هتبُصّي تلاقي الدنيا أسهل لِك، والخير موجود في بيتِك، والدنيا معاكِ هتبقى كويسة جدًا، وإن شاء الله نقدر إن إحنا نوفّر، وإن إحنا نضبّط شهرنا وبيتنا ويومنا، وربنا يعين كل أب وكل أم على بيته وعلى أولاده، وإن شاء الله ربنا يوفّق الجميع، وما يكسفش أي أب ولا أي أم قصاد أولادها وقصاد احتياجاتهم، وإن شاء الله الخير للجميع بإذن الله. وما تنسونيش في اللايك، ولو الفيديو عجبِك يا ريت تعليق حلو منِّك، وما تنسيش بقى تدوسي على زر الجرس لو أنتِ أول مرة تشتركي في القناة وأول مرة تخشي، دوسي زر الجرس عشان يوصلِك كل جديد، والسلام عليكم، أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، مع السلامة.